السلام عليكم على دفعة 2023. ازيكم بعد النتيجة؟ حقيقي وحشتوني جدا جدا. ان شاء الله هتكلم معاكم النهاردة وهحكي لكم عن تجربتي في التظلم. انا عارفة ان في منكم نفسيته مش الطف حاجة، وفي منكم الحمد لله ناس راضية وسعيدة. عاوزة افكركم لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما اتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. افتكر انك تحاول تتمالك نفسك وما تزعلش قوي على اللي فات فتهلك نفسك وتتزعزع دينيا، وكمان افتكر انك ما تطلعش قوي فوق وتحس انك ملكت الدنيا، لا ده ولا ده، خليك متوسط واحمد ربنا على اي وضع انت فيه، لان كده كده فيه الاسوأ منك. واللي شايف انه اتظلم ويقول انا تعبت ليه ولا ذاكرت ليه، ده انا ما اقعدش اذاكر تاني. اولا انت مش هيكون في ايدك حاجه انك تقدمها لنفسك ومش هتقدمها. يعني انا في ايدي دلوقتي ان انا اذاكر، او في ايام ثانويه عامه انا كان في ايدي ان انا اذاكر. طب انت دلوقتي في ايدك حاجه انك تقدمها لنفسك، انت اكيد مش هتحرم نفسك منها، واكيد هتذاكر وهتعمل اللي عليك. كمان انا وانت كلنا عارفين ان الانسان على طول مطلوب منه السعي، وهي دايما النتيجه بتبقى كده. وانا قلت لكم قبل كده يا جماعه ان يوم النتيجه بيبقى يوم صدمه، اليوم ده بيبقى يوم مختلف ويبقى يوم صدمه كبيره جدا، لان احنا للاسف ضعاف جدا وخلق الانسان هلوعا. وافتكر ان انت دلوقتي شخص مسؤول، ما بقتش طفل، ما بقتش مراهق، مسؤول عن نفسك وعن نجاحك في الكليه اللي تدخلها ايا كانت الكليه دي. انت مسؤول عن نجاحك وتفوقك في حياتك كمان، يعني حياتك المهنيه وحياتك الشخصيه بجانب الحياه الاكاديميه اللي هي الحياه التعليميه في الجامعات. انت بعد 10 او 15 سنه هتتمنى في اليوم اللي يرجع بيك الزمن للوقت اللي انت عايش فيه ده، او السن اللي انت عايش فيه ده، علشان تقدر تبني نفسك من جديد وتقدر تبني نجاحك من جديد. لان انت وقتها بالظبط هتفهم ان الحياه الاكاديميه اللي هو التعليم في الجامعات مش هو ده اللي هيحدد لك نجاحك. اللي هيحدد لك نجاحك بجد هو انت وعقلك. لازم تستثمر في عقلك، تستثمر في نفسك، لان انت بقيت شخص مسؤول، ما عدتش طفل وما عدتش مراهق. طب انا اجتهدت وتعبت جدا ومن حقي ان انا ازعل، ومن حقي ان انا كنت اجيب مجموع عالي جدا، ومن حقي ان انا كنت اشوف الفرحه دي كلها. اولا احمد ربنا ان انت اصلا عرفت يعني ايه اجتهاد ويعني ايه تعب. ايوه احمد ربنا، لان اصلا ده المطلوب منك، المطلوب منك انك تجتهد وانك تسعى، مش مطلوب منك النتيجه دي ابدا. فانت دلوقتي عملت المطلوب منك. تاني حاجه ومهمه جدا، اعرف دايما وابدا ان ربنا بيحطنا في الظروف اللي احنا اهل ليها. يعني اجتهادك وتعبك في المكان اللي انت بقيت فيه دلوقتي وفي الكليه اللي انت بقيت فيها دلوقتي، صدقني هو ده اللي هيبرزك وهيبينك، وهو ده مكانك الحقيقي. هتعرف ان هو ده فعلا انت ما ينفعش تكون موجود غير في المكان ده، بس ادي نفسك فرصه انك تشوف ده. واللي انت شايفه فشل دلوقتي صدقني هو ده المكان المناسب ليك. طول ثالثه ثانوي السؤالين دول بيتسالوني كتير جدا: هل صيدله كانت حلمك؟ هل المجموع اللي انت جبتيه او هل المجموع اللي انت حسبتيه لنفسك هو نفس المجموع اللي انت جبتيه؟ طول السنه او طول فتره الامتحانات السؤالين دول ما كنتش برضه اجاوب عليهم ابدا ابدا، علشان محدش ياخدني كحجه. وكنت فعلا محافظه ان انا ما اجاوبش على السؤالين دول غير في الوقت المناسب بتاعهم. ومن بعد ما خلصت امتحانات بالظبط والسؤالين دول اتسالوني كتير جدا على اسك الانستجرام، وكل مره بتسال عليهم في الاسك كل مره كنت برد عليهم وبقول لهم لا صيدله كانت حلمي ولا المجموع اللي حسبته لنفسي كان مجموعي. وعلشان كده بدات ان انا اشوف طريقه تظلم واعمل تظلم. بس صدقوني يا جماعه دلوقتي صيدله هي المكان اللي انا ما تخيلتوش وما حلمتوش، بس صدقوني هو ده انسب مكان ليا. صيدله هي حلمي اللي ما حلمتوش، والمجموع اللي انا كنت حاسباه لنفسي كان اعلى بكتير جدا جدا من اللي انا جبته. من هنا بقى ما صدقتش مجموعي وقلت لازم اعمل تظلم. بس صدقوني والله يا جماعه ما خدتش مني ساعه زمن كده، وبعد كده فكيت وفرفشت وكل حاجه بقت تمام، وبالفعل قدمت في التظلم. بس سنه 2022 كانت الماده ب 300 جنيه، وسنه 2023 الماده ب 200 جنيه، في فرق 100 جنيه يعني. وبالفعل قدمت في التظلم، وانا كنت محدده 3 مواد ان اعمل فيهم تظلم. فالمهم يعني رحت علشان اعمل التظلم، وزي ما قلت لكم انها بجد كانت قمه الظلم. ليه كانت قمه الظلم؟ اولا مفيش نموذج اجابه اصلا عشان تصحح منه، بجد مفيش نموذج اجابه. البوكلت بتاعي ما ادهونيش، ادوني ورقه البابل شيت، وكمان رقم البابل شيت اللي معاك عليه مكتوب فوق رقم، واديلك دفتر، الدفتر ده فيه ارقام، الفهرس فيه ارقام. فبتشوف الرقم اللي هو على البابل شيت بتاعك، وتشوف الفهرس الرقم اللي مناسب للبابل شيت، وبعد كده تفتح بقى في الدفتر وتجيب ايه صوره مطابقه، يعني نسخه طبقه الاصل من البابل شيت بتاعك. يعني كانك بتراجع الدوائر اللي هي اصلا نسخه البابل شيت بتاعك، يعني نسخه البابل شيت موجوده في الدفتر، ما انت بتصحح البابل شيت من البابل شيت. هو فين نموذج الاجابه؟ انا مش فاهمه هو فين نموذج الاجابه. عايزين بقى يقنعوكم ان الدفتر ده يعتبر نموذج اجابه. فالتظلم ده طبعا ملوش اي فايده، وهيكون لي فايده لما يكون في نموذج اجابه. انا قلت لهم يا جماعه طبعا دلوقتي النموذج بتاعي جيم، البابل شيت بتاعي كان نموذج جيم، في نموذج الاجابه بتاع رقم جيم. المسؤولين اللي هناك قالوا لي ان مفيش اصلا نموذج اجابه نزل للوزاره. وكمان قالوا لي ان من سنتين بالظبط، لا السنه دي والسنه اللي كانت قبلنا، مفيش ولا نص درجه حتى طلعت لاي طالب، مفيش اي درجات طلعت لاي طالب. كمان في واحد هناك قال لي ان اصلا لو كان في نموذج اجابه كان نزل كان المفروض ينزل لكم على النت وانتوا تصححوه وانتوا قاعدين في بيتكم عادي جدا، وقتها لما تعرفوا ان انتوا لكم درجات تروحوا تعملوا تظلم. لكن اصلا هي كلها سبوبه معموله عليكم. وكان في واحد معايا كان علم رياضه، كان معايا في نفس الوقت وفي نفس الميعاد، كان علم رياضه وعامل تظلم في المواد كلها، يعني اضربوا كده 300 في 9 مواد علم رياضه كلها. حرفيا كان ماشي مقهور، بجد كان ماشي زعلان جدا وكان مقهور. فوقتها قعدت بقى الحمد لله ان احنا احسن من غيرنا، وايا كان موقفك وايا كان مجموعك بص اللي اقل منك وانت تعرف ان انت فعلا الحمد لله واحنا احسن من غيرنا بكتير.
بس في هنا بقى سؤال، هل ندمتِ إن أنتِ عملتِ تظلُّم؟ بصراحة ما ندمتش أبدًا إن أنا عملت تظلُّم، ولو كان حد قال لي إنِّك مش هيطلع لِك أي حاجة كنت هاروح أعمل برضه. الوقت ده أنتم تبقوا متوترين فيه جدًا، فأنا عشان أرضي نفسي في وقت توتري ده، وأنا كده أصلًا دفعت كتير طول السنة، أنت دفعت فلوس كتير طول السنة، ما جاتش بقى على مواد التظلُّم دي إن أنا أعملها هي كمان. فبالفعل كنت هاعمل وكنت هاقدّم عشان بس أرضي نفسي وأرضي ضميري. أنتم بقى ليه ما الآن ما فيش أي نموذج إجابة نزل ليكم، ولو كان ليكم نموذج إجابة نزل طبعًا كان كل كلامي هيتغيّر. أنا حكيت لكم بالتفصيل وأنا عارفة إن أنتم دايمًا بتثقوا فيّا، وأنا نفسي أكون دايمًا قد الثقة دي يعني طول العمر معاكم إن شاء الله. فأتمنى إن أنتم تدّوا لنفسكم فرصة تشوفوا الدنيا بوجه جديد. شوفوا الحياة اللي أنتم مقبلين عليها، ادّي نفسك فرصة تتقبّل مجموعة وتتقبّل الكلية اللي أنت هتبقى فيها إن شاء الله، وتتقبّل المكان اللي أنت هتبقى فيه، وتتقبّل إنك تحلم حلم جديد وهدف جديد. هتقول لي طَب أهلي كانوا مستنيين مني أفرّحهم، أنا عارفة مُدركة جدًا الوجع ده، والله مُدركاه جدًا، جدًا، بس فرّحهم في حاجة أنت تقدر تملكها بإيدك. أنت على فكرة في ثانوية عامة ما تقدرش تملك أي حاجة، ثانوية عامة بجد أكتر سنة أو أكتر سنين الواحد ما يقدرش يحدد فيها حياته، لكن الجامعة بتبقى أكبر من كده بكتير وأنت اللي تبقى متحكم فيها. النجاح في الجامعة مختلف مليون درجة عن النجاح في ثانوية عامة. أنت لو تعبت بجد في الجامعة بتلاقي جدًا، وبتلاقي زيادة كمان عن تعبك ده، بجد بتلاقي. أنت دلوقتي شخص مسؤول، فكّر بطريقة مختلفة، فكّر بطريقة متحضرة، واعطِ لنفسك فرصة تقدر تبني فيها حياتك المستقبلية. بس كده وصلنا لآخر الفيديو بتاع النهارده، أتمنى يا دفعة 2023 تكونوا فعلًا استفدتم، وأتمنى كمان تشيروا الفيديو ده مع أي حد لإن في نسبة كبيرة جدًا عايزين يعملوا تظلُّم، وكمان في نسبة كبيرة جدًا عاوزين يسمعوا الكلام اللي قُلته. بجد الكلام مهم، واسمعوه وأنتم متيقنين إن كلّه هيحصل إن شاء الله. أشوفكم إن شاء الله فيديوهات جاية. باي باي.